سئل الحسن الثاني: ماذا كان رأيكم في قيام فرنسا على مر السنين باستثمار مكثف في الجزائر التي كانت اختياراتها نقيض اختياراتكم؟ فأجاب بكل صراحة: قلت في نفسي ربما كان الأمر يتعلق بتسوية حسابات قديمة، واعتقدت أن الفرنسيين دون أن يعبروا عن ذلك صراحة، وقد يرجع هذا إلى لا شعورهم أو لأنانيتهم العليا. كانوا يعتبرون والدي أول من أشعل الفتيل الذي فجر فيما بعد كيان الإمبراطورية الفرنسية. وهكذا ففي رأيي كان الأمر يتعلق بضغينة باطنية لم يتحمل أصحابها حتى عناء تحليلها. ذلك بالضبط ما كان يدور بخلدي. ولما سئل: هل تحدثتم عن ذلك مع بعض المسؤولين الفرنسيين؟ أجاب: لا، لأنني أنطلق من مبدأ هو أن المرء يضعف باستمرار كلما حاول مقارنة نفسه بالآخرين،